حبايب قلب ممسوكة من جوه في الفلوج اللي نزلت لكم فيه الجيلي بالكاستر. لقيت كذا حد قال لي نزل لنا الطريقه وكده، وهو سهل جدا يعني. بس انا ما اقدرش ارفض لكم طلب، فيلا نعمله سوا. اول حاجه كده حطيت كوبايتين لبن كبار وحطيت عليهم باكل كاستر، وعادي ممكن تحطي كوبايه لبن وعليها كوبايه ميه عادي جدا، بس انا حطيت كوبايتين لبن وحطيت يعني تقريبا 4 معالق سكر كبار. هو ما كانش مسكر يعني، فانتي حطي سكر حسب الرغبه عادي. بس وبقلبهم كده على النار لحد ما يتقل، وعادي لو هو خفيف شويه هو كده كده لما بيقعد في التلاجة بيتقل قوي، فانتي ما تخليهوش يعني ان هو يتقل معاكي قوي، خليه زي ما انا عاملاه كده اللي هو خفيف شويه بس. وبعد كده حطيته في الاطباق اللي انا هحط فيها، ودخلته التلاجة يسقع عشان اعرف احط عليه الطبقه التانية اللي هي الجيلي بقى. جبت الباكت عادي، حطيت كوبايه ميه سخنه وحطيت الباكت فيها يدوب، وبعد كده حطيت بعد ما داب تماما حطيت كوبايه الميه البارده عادي. بس بقى كان الكاستر جمد في التلاجة، طلعته وحطيت عليه الجيلي ودخلته التلاجة جمد، وطلعته بقى بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. بس بقى ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم.